النهارده انتهت مباريات دور 16 لدوري ابطال. اول مباراه كان سبورتنج لشبونه لعب مع بودو وفاز عليه 5-0 بمجموع مباراتين 5-3. المباراه الثانيه كانت ارسنال وبايرن ليفركوزن، وقدر ارسنال يفوز 2-0 بمجموع في المباريات 3-1. تشيلسي مع باريس سان جيرمان، لكن باريس سان جيرمان قدر ان هو يقصي تشيلسي بعد ما فاز عليه 3-0 بمجموع المباراتين 8-2. اما اخر مباريات امس فكانت المباراة القوية جدا ما بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، واللي قدر الريال يفوز فيها 2-1، وكان فاز زي ما احنا عارفين 3-0 في المباراة الماضية. اما النهاردة فكانت المباريات حافلة. برشلونة افتتح اليوم بفوز عريض 7-2 على نيوكاسل ليصبح مجموع المباريات 8-3. ليفربول قدر يفوز على جالاتا سراي 4-0 بمجموع المباراتين 4-1. وهنتوقف هنا عند محمد صلاح نجمنا الكبير، اللي رغم انه اضاع ركلة جزاء في الوقت بديل في الشوط الاول، ودي كان شكلها انا من وجهة نظري الشخصيه شايف اول مره صلاح يدخل يشوط ركله جزاء وهو مش مركز. انا قلت صلاح هيكمل المباراه بشكل مش جيد، لكن في الشوط الثاني نفاجئ بيه يعمل اسيست، وكان عامل اسيست الهدف الاول ويسجل هدف من اروع الاهداف. وعلى فكره هدفه النهارده يعتبر دخل في سجل رقم قياسي جديد له. ايه هو الرقم؟ ان اصبح اول لاعب افريقي بيسجل 50 هدف في دوري ابطال اوروبا. نمسك الخشب يا ابو صلاح، واعتقد ان الهدف اللي سجله النهارده ده هيفتح نفسه قوي الفترة اللي جاية. المباراة اللي قبل الاخيرة كانت بين بايرن ميونخ واتلانتا، وقدر بايرن ميونخ يفوز 4-1 بمجموع المباراتين 10-2. اخر المباريات رغم ان توتنهام فاز 3-2 على اتلتيكو مدريد، لكن اتلتيكو مدريد بيصل هو الا دور الا 8 بمجموع المباراتين 7-5. كده دور الثمانية طبعا هتبقى مباريات صعبة جدا. عندك برشلونة مع اتلتيكو مدريد، وارسنال مع سبورتنج لشبونه، ودول جنب واحد. يعني لو برشلونه نقول كسب وارسنال كسب يبقى الاثنين في الدور قبل النهائي، هكذا. يعني الجنب الاخر ليفربول مع باريس سان جيرمان، ودي اعتقد من اقوى المباريات هتبقى في هذا الدور. تاتي بعد منهم مباراه اخرى لا تقل اهميه، بايرن ميونخ مع ريال مدريد، وده الجنب ده مع بعض. يعني لو فاز ليفر هيلاعب الكسبان من الريال والبايرن في الدور قبل النهائي. مباريات قوية جدا بين الفرق. الجدول اتحط، اول مباراة الذهاب هتبقى يوم 7 ابريل. هتقام المباريات كالتالي: سبورتنج لشبونه مع الارسنال، ريال مدريد مع بايرن ميونخ، برشلونه مع اتلتيكو مدريد، وباريس سان جيرمان مع ليفربول. والمباريات كلها مكتوبه انها هتتلعب الساعه 4 مساء. المباريات الاياب يوم 14، يعني بعدها باسبوع، 14 ابريل. ارسنال مع سبورتنج لشبونه، بايرن ميونخ مع ريال مدريد، اتلتيكو مدريد مع برشلونه، وليفربول مع باريس سان جيرمان. اتوقع ان احنا كلنا هنستمتع بهذه المباريات كالعاده، لان بطولة دوري ابطال اوروبا لا تخلو من المباريات الحافله. لكن هنشوف هل هيظل ريال مدريد ده ريال مدريد في سكه وبرشلونه في سكه. هل يا ترى هيتقابلوا في الاخر؟ هنشوف، لان الكره الاسبانيه 3 فرق موجودين من ال8: اتلتيكو وبرشلونه وريال مدريد، في حين ان فريقين فقط من انجلترا وهم ارسنال وليفربول. هنستمتع ان شاء الله بالمباريات دي كلها، واكيد هيكون لها تأثير كبير وهنتكلم عليها. وعفوا اذا كنت بسجل متأخر، لكن لان المباريات انتهت متأخر. كان معكم دكتور علاء متولي.